تعرف الحكاية اللي هتاخدك لعالم تاني، عالم مليان غموض ورعب وتفاصيل مش هتصدق إنها ممكن تكون حقيقية. خليني أحكي لك عن بيت في قلب بولاق، بيت مش زي أي بيت، بيت لو جدرانه اتكلمت كانت هتحكي عن حاجات تقشعر لها الأبدان. القصة بدأت من أكتر من 50 سنة، لما واحدة من العائلات اللي ملهاش في المشاكل اشترت البيت ده، وكانوا فاكرين إنهم أخدوا صفقة العمر. أب وأم وولدين صغيرين نقلوا عفشهم بالليل على ضوء الكلوبات القديمة، ودخلوا البيت اللي كان شكله يوحي بالهدوء، لكنهم ما كانوش عارفين إن حياتهم هتتقلب جحيم من أول يوم. أول ليلة الأب حس بحاجة غريبة، حاجة مش طبيعية، صوت خطوات تقيلة على السلم، لكنه لما بص من باب الأوضة ما كانش فيه حد. عدى الليلة وقال يمكن ده وهم أو التعب، لكن اللي حصل بعدها ما كانش خيال. الباب بتاع الأوضة بيقفلوه بالليل، لكنه يصحى يلاقيه مفتوح. مرة سمع صوت حد بينادي عليه من الصالة، صوت واضح، لكنه لما خرج ما كانش فيه مخلوق. الأم كانت بتحاول تطنش عشان ما تخوفش العيال، لكن في يوم وهي واقفة في المطبخ شافت حاجة مش ممكن تنساها. انعكاس في الإزاز، واحدة ست غريبة وشها شاحب وبتبص لها من ورا ظهرها. لما التفتت ما كانش في حد، لكن الشعور بالخوف كان أكبر من إنها تعتبره صدفة. الأطفال كمان بدأوا يشتكوا إنهم بيشوفوا حد غريب في أوضهم، حد بيقف يتفرج عليهم وهم نايمين. كل حاجة اتحولت لكابوس. بس الكارثة الكبيرة حصلت في الليلة اللي صحيت فيها الحارة على صرخات مجنونة. الجيران جريوا على البيت، لقوا الباب مفتوح والدم مالي الأرض، الأب والأم مقتولين والعيال كمان. الشرطة قالت إن الأب قتلهم وبعدها انتحر، لكن اللي دخلوا البيت في اللحظة دي قالوا إن في حاجة مش مفهومة. في ظل أسود اتحرك بسرعة من الشباك واختفى. من يومها والبيت بقى لعنة، أي حد يحاول يعيش فيه كان بيهرب بعد أيام، وكل واحد عنده حكاية أغرب من التاني. واحد يقول إن في ست بتظهر له بالليل، واحد تاني يقول إنه بيصحى يلاقي حد بيتنفس في ودنه. حتى الناس اللي ساكنة جنب البيت كانوا بيحلفوا إنهم بيسمعوا صوت عياط أو ضحك أطفال بيطلع من البيت رغم إنه مقفول. البيت ده حاولوا يبيعوه أكتر من مرة، لكن كل اللي يشتريه ما كانش يقدر يعيش فيه أكتر من أسبوع. في ناس بتقول إنه البيت مبني فوق مقبرة قديمة وفي لعنة مش ممكن تتفك، وفي ناس بتقول إن العيلة اللي ماتت فيه كانت عاملة حاجة غلط والبيت بيعاقب كل اللي يحاول يقرب منه. الغريب إن لحد النهاردة مفيش حد قدر يفسر سر البيت ده. الناس في بولاق بتتجنب الحديث عنه، ولو عدوا من قدامه بالليل بيغيروا الطريق. لكن السؤال اللي بيطرح نفسه، إيه السر اللي مستخبي ورا الجدران دي؟ وهل فعلا البيت ده مسكون؟ ولا كل ده مجرد أوهام جماعية نسجها الزمن؟ قولولي رأيكم في القصة دي. هل تصدقوا إن في أماكن ممكن تكون مسكونة فعلا؟ ولو اتحطيتوا في موقف زي ده هتعملوا إيه؟ مستني أسمع آرائكم في التعليقات، ولو عجبتكم القصة ما تنسوش تدعمونا بليك وتشتركوا في القناة، عشان الحكايات اللي جاية هتكون أقوى وأغرب.